كل واحد فينا عنده دفتر على جنب كده اسمه دفتر الخسائر، مليان أسماء ناس مشيت وفرص راحت وأحلام اتهدت ووعود اتكسرت. الحاجات دي هي اللي بتخلينا نتمسك بكلمة واحدة بس، كلمة بتدينا طاقة إننا نكمل، وهي العوض. بس هل يا ترى عمرك سألت نفسك إيه هو العوض؟ الحقيقة إن العوض مش مجرد بديل، مش يعني إنك خسرت 100 جنيه فتلاقي 100 جنيه تانية بعدها بكام يوم. في الحياة العوض مش ميزان بالظبط، العوض قصة أكبر من كده بكتير. أول غلطة بنعملها إننا بنستنى العوض يكون نسخة طبق الأصل من اللي ضاع. خسرت صديق معين فبتدور على شخص تاني يكون شبهه بالظبط. خسرت وظيفة كنت بتحبها فبتفضل رافض كل الفرص لحد ما تلاقي وظيفة بنفس التفاصيل المملة. وهنا للأسف بيحصل لك إحباط. عارف ليه؟ لأن العوض الحقيقي عمره ما بيجي على شكل بديل رخيص أو مكرر. العوض بيجي على شكل تطوير. ممكن تخسر صداقة قديمة كانت بتستنزفك، فيجي لك العوض في شكل راحتك النفسية وحبك لوحدتك، أو في شكل علاقة واحدة بس جذورها عميقة قوي وقيمتها حقيقية أحسن من مليون علاقة سطحية. ممكن تخسر وظيفتك اللي كنت بتاخد فيها فلوس كتير جدا بس بتهد صحتك. العوض هنا بيجي في إنك تلاقي شغفك أو تلاقي صحة ما كنتش حاسس بيها وإنت مجهد. العوض هنا مش بس بيسد الفراغ، العوض بيغير شكل الفراغ كله وبيخليه مكان ينفع يتزرع فيه حاجة أحسن وأعمق. الحقيقة إن أكتر عوض محتاجينه هو العوض اللي بيحصل جوه قلوبنا وأحاسيسنا. كلنا بنعدي بلحظات كسر، لحظات بنحس فيها إننا مظلومين أو إن طاقتنا خلصت واستنزفت على الفاضي. العوض هنا ما بيجيش على طول، ولا بيجي في شكل هدية أو شخص جديد، لأ، ولكنه بيجي في شكل السلام النفسي الداخلي. إنك بعد الكسرة تلاقي قوة في قلبك بتقولك يلا كمل، إنك تكتشف إنك بقيت أقوى بعد التجربة، أو إنك بقيت قادر تشوف الناس الكويسة بوضوح أكتر بعد ما شفت قد إيه إن العلاقات السامة كانت بتوجعك. العوض في اللحظة اللي بتفهم فيها إن كل نقطة وجع كانت خطوة إجبارية عشان توصل لوعي أحسن. النضج ده والسكينة دي هم عوض عن كل القلق والتعب اللي فاتوا. الجميل في العوض إنه بيعلمك إنك تستاهل الراحة. بعد ما صبرت وتعبت بتحس إن الحياة فعلا عادلة، وإن الأمان ده حلك بعد كل اللي عديت بيه. دايما بنشوف العوض كتعويض بيجي بيسد ثغرة، لكن لازم نشوفه كاستثمار في اللي جاي. العوض مش بيحل المشكلة لوحدها. لو قعدت مستني العوض وانت مكانك متمسك بدفتر الخسائر القديم عمره ما هيجي. العوض بيجي في الوقت اللي بتقول فيه لنفسك أنا سألت نفسي عن سبب الخسارة وصلحت كل أخطائي ورميت ورا ظهري اللي فات، ويلا نبدأ من جديد. العوض دايما بيجي لما بتشتغل على نفسك بدل ما تستنى الناس تشتغل عليك، بتفتح عينك لفرص جديدة بدل ما بتبكي على الفرص اللي ضاعت، بتؤمن إن اللي راح كان لازم يروح عشان اللي مستنيك يكون ليه مكان. العوض الحقيقي بيجي بعد الحركة مش بعد الانتظار. لما تكون بتزرع في الأرض دلوقتي وانت عارف إن اللي فات اتسقى بالتعب والألم، بتكون دايما مطمن إن الحصاد اللي جاي هيكون أحسن بكتير. في النهاية العوض ليه حكمة. العوض هو حكمة الحياة في إنها بتعلمك إن مفيش حاجة بتضيع في المطلق. كل ألم وكل جهد عملته وكل دمعة نزلت منك ليها مقابل هيجي. المقابل ده مش لازم يكون نفس الشكل، لكن هيكون أفضل في القيمة وفي التوقيت كمان. افتح قلبك لفرص جديدة، ولازم تبقى مؤمن إن أجمل أشكال العوض هي اللي بتكون جاية من طريق إحنا مكناش متوقعينه، لكن الطريق هو اللي بيوصلك للسلام والراحة اللي كنت بتدور عنها طول الوقت. من أحلى أنواع العوض إنك ترجع تفوق وتفتكر قيمة نفسك. عارف العوض الحقيقي بيبدأ منين؟ العوض الحقيقي بيبدأ من اللحظة اللي بتصحى فيها لنفسك بعد وقت طويل كنت فيه مش شايفها. اللحظة اللي بتبص فيها في المراية وتقول أنا أستاهل أحسن من اللي كنت فيه، أنا مش قليل. الناس ساعات بتختفي والفرص ممكن تضيع والأحلام بتتأجل والطرق بتتقفل، بس عارف إنك تفوق لنفسك
وترجع لقيمتك، ده عوض رباني ما يتقاسش بأي حاجة. في وقت من الأوقات كنت بتسامح أكتر من اللزوم، بتدي أكتر من طاقتك وبتسكت على حاجات ما ينفعش تسكت عليها، مش عشان انت ضعيف، ولكن علشان انت كنت ناسي قيمة نفسك وسط الزحمة. والعوض الحقيقي بقى مش لازم يبقى في شكل شخص جديد أو فرصة جديدة. العوض ساعات بيبقى في قرار تاخده إنك ترجع تحترم نفسك وذاتك، وتحطها في مكانها الصح، وترجع تحبها وتراعيها، وتبطل تلومها على حاجات هي كانت بتحاول فيها بكل اللي تقدر عليه. العوض الحقيقي لما تبدأ تضحك تاني من قلبك، لما تنام مرتاح لأنك بطلت ترضى باللي بيكسرك، ولما تبقى لوحدك بس حاسس إن مش ناقصك حد، لما تبقى في سلام لأنك رجعت لنفسك وحضنتها بعد ما كنت سايبها لوحدها في عز الزعل. افرح، افرح لما تفوق، وافرح أكتر إنك لسه قادر تبدأ من جديد، لأن العوض مش دايما بيجي من بره، العوض أوقات بيبدأ من جوه نفسك. أنا محمد حلمي، وأنت كنت بتسمع حلقة من حلقات بودكاست غاوي حكاوي.